هذا الكتاب الموجود بين أيدينا مؤلف من طرف الأستاذ سابقا والشيخ الحالي للطريقة القادرية المحمدية ومقرها في أحفير. عنوان الكتاب: الطريقة القادرية المحمدية، سلوك ومنهاج وتجديد. كما قلنا، تأليف المختار بن علي بن المصطفى القادري البوتشيشي الحسني. هذا الكتاب طبع سنة، على ما أذكر، 2011. في ثنايا هذا الكتاب كاين واحد المقالة مهمة بغيت نشاركها مع من يتابعون هذا المحتوى. سنحاول جميعا قراءة هذا المقال، وتحديدا في الصفحة 30، وهو عبارة عن نبذة عن حياة الشيخ الذي كان في زاوية مداغ، وهو الشيخ سيدي المصطفى، المزداد سنة 1895 ميلادية، والمتوفى سنة 1978. نقرأ ما جاء في هذا الكتاب. ولد سنة 1895 ميلادية بالقرشية بتغجيرت. حفظ القرآن في صغره مع شيء من العلوم الشرعية. له بعض الفتاوى ما زالت بخط يده في خزانة الزاوية. أخذ الطريق عن والده الشيخ المكي وأجازه فيها، وولاه شؤون إخوانه وأسرته في حياته، كما هو مدون في وصيته الموثقة لدى المحكمة الشرعية بأحفير عدد 775 صفيحة 415 كناش 12 سنة 1936 ميلادية. ويتضح من خلال الرسائل الموجودة بخزانة الزاوية أن والده كان يكن له الاحترام والتقدير ويشركه في الحل والعقد. كان رحمه الله قوالا للحق صادعا به، لا يخاف في الله لومة لائم، كثير الإطعام في سبيل الله، ينفق كل ما يكسبه ولا يترك منه شيئا. ابتلاه الله في جسده بأمراض عديدة. كان زاهدا في المأكل، يقتصر على بعض الخضر، محبا لأكلة دقيق التشيشة البلبولة مع الحليب، صابرا محتسبا حامدا الله على ذلك، قوي الهمة والشخصية. تولى أمور الطريقة سنة 1936 ميلادية بمداغ في ظروف جد صعبة، من محاولة المستعمر الفرنسي استقطاب أفراد العائلة واستغلال الطريقة لأغراض استيطانية، فما كان منه إلا أن نهج طريق أجداده المجاهدين والتصدي لهذه المؤامرة بتوفيق من الله وحنكته وإخلاص مريده. وكان حكى لي الوالد رحمه الله، يعني هنا الكاتب وهو الشيخ المختار شيخ الزاوية حاليا، يحكي عن والده الشيخ علي الذي توفي على ما أعتقد سنة 2001. قلت: نستمر في المقال. وقد حكى لي الوالد رحمه الله بحضور شاهدتين أكدتا هذه الأحداث. ففي سنة 1944 مرض والده الشيخ المصطفى، يعني الشيخ المصطفى هو جد الشيخ الحالي لهذه الزاوية الموجودة حاليا في أحفير، وهي الزاوية القادرية المحمدية. نستمر في المقال. مرض والده الشيخ المصطفى مرضا اعتقد أنه مرض الموت، الشيء الذي دفعه إلى طلب حضور 3 من أفراد العائلة وهم أصهاره، فأوصى لأحدهم بتولي أمور الطريقة ومسؤولية أفراد عائلته. وبينما هو في هذه الحالة بالمستشفى، إذا بشخص معروف بعلاقته وخدمته للمستعمر يطلب من الطبيب المعالج له أن يضع حدا لحياة الشيخ
متعذرا بأنه يتألم فقط ولا فائدة من علاجه، الأمر الذي جعل الطبيب يحذر الشيخ المصطفى طالبا منه مغادرة المستشفى للنجاة بحياته، مخبرا إياه بأن صحته قد تحسنت وتسمح له بذلك. لكن صدمته، يعني صدمة الشيخ المصطفى، لكن صدمته كانت أكبر حين رجوعه إلى مقر زاويته بمداغ. وجد طريقة جديدة في نفس مقر زاويته، والأحوال العائلية متغيرة، لتبقى الأسباب الحقيقية لهذه الأحداث مجهولة، والمحرك لها غير معلوم، في انتظار بحث علمي المعتمد على الوثائق لا القيل والقال. أمام هذه الظروف، كما تحكي وثائق المخابرات الفرنسية، والمصدر هنا هو كتاب الزاوية البوتشيشية لمؤلفه عكاشة بن رحاب، تقرير المراقب المدني الفرنسي في 2 يونيو 1953. إذن كما تحكي وثائق المخابرات الفرنسية ما يلي: فما كان للشيخ المصطفى ذي الطبع المسالم إلا أن يترك مقر زاويته بمداغ لشيخها الجديد سيدي بومدين بن المنور شيخ الطريقة العليوية، والانتقال إلى أحفير.